على التوالي. رقم 16 قلبي الدفاع السيد فريد 5 والبوركينابي باتريك مالو 28. في الشمال النهارده بيدفع باسلام محارب في مركز جديد على اسلام الظهير الايسر 22، وفي اليمين اسلام 27 الظاهرين اسلامين. وسط الملعب احمد حمص 14 ويجاوره احمد مانجا 8. امامهم ثنائي احمد مصطفى 13 ومحمد يسري 10، وفي الامام احمد حسن مكي والبوركينابي الاخر بانو ديوارا صاحب القميص رقم 20. ادي حوار كده مع محمد رزق واحمد عيد عبد الملك، بيوصيه اسامه اسماعيل، بيقول له يعني الدنيا حر والدوري خلاص حسم ومفيش داعي لاي قلق في خلال 90 دقيقه لعب. ادي شوف توصيات حثيثه من اسامه اسماعيل، بيحاول يقنع احمد ان هو يغير من نفسه في 90 دقيقه قادمين من اجل مصلحته الشخصيه ومن اجل مصلحه اسامه اسماعيل. هنشوف الحوار هيرسى على ايه. احمد عيد عبد الملك ما شاء الله 195 مباراه في الدوري. سموحة ينتظروا مواجهة صعبة أمام النادي الأنجولي ريكرياتيفو توليبولو في لواندا، وسموحة في حاجة إلى فوز خارج الديار. أدي مطالبة بضربة جزاء، والمساعد هنا الحكم المساعد شاور لأسامة اسماعيل إن الكرة ضربة جزاء. في الأول كان الاعتراض من إسلام جمال أو المطالبة من إسلام جمال، شافها المساعد نور سعيد اللي كان عنده قرار غير صائب بالتسلل على أحمد عيد عبد الملك. هنشوف في الإعادة المرة دي القرار أخباره إيه. أدي محمد يسري، هل الكرة مش باينة من هنا؟ هنشوف محمد عمل إيه. الكرة جت في ايد محمد، هفوة من محمد يسري، بيلعب على غير عدلته وفي غير مركزه، ولاعب صاحب قدم يمنى بيلعب كظهير ايسر وهو اصلا مش مدافع، وبالتالي تنتظر منه هفوات. احمد عيد عبد الملك اللاعب اللي سجل 6 اهداف هذا الموسم وضيع ضربتين جزاء قبل كده، لكن بالخبرة وبالاقدمية وبالرتبة احمد عيد عبد الملك كل زمايله يبعدوا عنه ويسيبوا له ضربة الجزاء. ونشوف احمد عيد عبد الملك ما سابهاش لعاصم صلاح، عاصم سجل 4 ضربات جزاء ما ضيعش ولا واحده، احمد عيد ضيع مرتين امام المصري بالتخصص. هنشوف احمد عيد هل يكون هدف سابع عشان يتساوى مع عاصم صلاح. احمد عيد واحمد يحيى الحارس اللي قلت عنده 100% 100% كلين شيت، لقاء واحد حافظ على شباكه فيه امام الانتاج الحربي، هل يحافظ على نسبته النادره في الدوري المصري؟ هنشوف احمد عيد عبد الملك هل يوصل نسبه احمد يحيى ل 50%، يدخل في هدف في لقاءين. هنشوف احمد عيد عبد الملك واحمد يحيى الاحمدين، لاعب اللي عنده 37 سنه احمد عيد في مواجهه 29 سنه احمد يحيى. احمد عيد راح معاها والله، احمد يحيى راح معاها احمد يحيى، لكن احمد عيد عبد الملك يسجل الهدف الاول، هدف يفرح مسؤولي طلائع الجيش ويفرح ايضا كل جماهير النادي المصري البورسعيدي، لان بقول لحضراتكم بالنتيجه دي، النتيجة الحالية والنتيجة الآنية، المصري خلاص رابع دون الحاجة ولو أي نقطة واحدة من اللقاءين المتبقيين. أدي يورجن كلوب كرة القدم المصرية أحمد سامي بالنضارة الطبية يعني، والصرامة تبدو على وجهه، يتلقى التحية ويسلم على أحمد عيد عبد الملك. تهنئة لأحمد عيد عبد الملك الهدف الأول. طلائع الجيش كسب المصري على الأيام القريب. أحمد عيد عبد الملك تخرج ركنية مرة تانية، أحمد وأحمد حسن مكي بيفتكروا الأيام الخوالي. أدي ضحكة من أحمد عيد عبد الملك أحمد حسن مكي. النهاردة تفوق أحمد عيد عبد الملك لحد الدقيقة 50، صدمت بأحمد حسن مكي وتطلع ركنية. لعبها إسلام جمال وداو يا ساتر يا ساتر، داو هدف الصدمت داو، لكن داو كان داخل المرمى. داو لعيبة سموحة عايزة ايه؟ داو كان ورا الخط، وعاصم صلاح المدافع اللي قلت عليه ولد مظلوم في الدوري المصري هذا الموسم يسجل عاصم صلاح هدف من وجهة نظر صحيح. نشوفها مرة تانية. طب نشوفها نشوف نشوف داو كأنه كان خارج الملعب لأنه كان تجاوز الخط. هل اصطدمت بيه وهو قبل الخط ولا وهو بعد الخط؟ ادي داو اشترك جوه، هو جوه الجول، اصطدمت بيه وهو جوه الجول، وبالتالي داو مكانه يعني كأنه مش موجود في الكرة اللي فاتت دي. هدف صحيح لطلائع الجيش يحرزه عاصم صلاح، وقعت من احمد يحيى بغرابه، وعاصم صلاح يسجل هدفه الثامن هذا الموسم، زي ما سجل في دجله في الدورين وسجل في الداخليه وسموحه والزمالك والمقاولين والنصر التعدين. يجي الدور على سموحه عشان يسجل فيه بالتخصص، وده احمد سامي وضحكه وابتسامه، وليه لا؟ طلائع الجيش يتفوق 2-0. هدف كان محل خلاف من لاعبي السموحه، لكن داو كان متواجد ورا خط المرمى.
وتخش. لكن ان الحظ اليوم مدي ظهره لسموحه زي ما اداله ظهره من اول الموسم، والحظ نفسه جاله صليبي مع سموحه، وبالتالي كل الامور ضد سموحه لحد اللحظه. ادي العرضيه، يطلع على طول محمد اشرف، تنزل لحسام حسن، عمل نشاط حسام، يلعب العرضيه، خرج عماد وتردد، والمنوفي راكب وعامل كل حاجه غلط في اللقطه اللي فاتت، وتبقى ضربه حره مباشره ضد السيد فريد. يا ساتر يا ساتر يا ساتر، السيد فريد والدماء تسيل من وجه السيد فريد، واللعيبه بتتكلم مع الحكم، والسيد فريد مصاب. يا ساتر يا ساتر، نتمنى له يقوم بالسلامه السيد فريد. وقت كتير خدوا الطاقم الطبي عشان ينزل السيد بفدائيه، افتكرته الاول عمرو المنوفي، لكن السيد اصطدم بعصام صبحي. طبعا عصام ما عملش حاجه، عصام كان مدي ظهره، لكن الاصابه قويه جدا. جبهه السيد فريد اصطدمت براس عصام صبحي، نتمنى له السلامه. وادي الكره اللي بقول لحضراتكم فيهاش حظ، لو عماد السيد بين الثلاث خشبات مكانه كانت خبطت في ظهره ودخلت. ادي مانجا، عايزين نطمن على السيد فريد. احيانا يعني في مدرسه من المخرجين ما بتحبش تجيب اللقطه المباشره، خاصه في حاله اصابات البالغه، عشان يعني اهل وزوي اللاعب ما يتخضوش. في مدرسه ثانيه بتبقى عايزه تطمن الناس، لكن ان شاء الله على اي حال السيد فريد يوم بالسلامه. لاعب من لعيبه الرجاله السيد فريد، سجل 4 أهداف. اتحاد السكندري سموحه، بلال جمال زي ما توقعت، وكأن كان قلبي حاسس، هل يخرج اسلام وينزل بلال والاثنين جمال؟ هنشوف هيعمل ايه احمد سامي. بيكلم بلال جمال طوله مرتين. بلال جمال لاعب خط الوسط. كنت بقول لحضراتكم حكم اللقاء النهارده اسامه اسماعيل، واحد من 44 حكم ظهروا في موسم 2016-2017، رقم كبير جدا جدا جدا. عارفين المدرب اللي عنده قايمه بيبقى عايزها 25 واللي عايزها 30 عشان يركز يعني يركز على اقل عدد من اللعيبه، وبالتالي يقدر يطور من مستواه. وبالتالي 44 حكم رقم كبير جدا. يعني اذا قارنا في الدوري السعودي اللي صدر لنا السعوديه، قدمت لنا امبارح فهد المرداسي اللي حكم لقاء المركز الثالث والرابع بالبرتغال والمكسيك في كاس العالم للقارات 32 سنه، 13 حكم سعودي في الدوري السعودي هذا الموسم. اي نعم بيستخدموا اجانب. في البريمير ليج في الدوري الانجليزي 19 حكم، 27 حكم اسباني في الليغا ظهروا هذا الموسم، 23 حكم في البونز ليغا، وبالتالي رقم كبير جدا، رقم كبير جدا، 44 حكم. يعني معلومه في ظل اصابه السيد فريد، هينزل بلال جمال، هل على حساب اسلام عشان يبقى التوقع سليم 100%، ولا يخرج احمد عيد عبد الملك؟ هنشوف. عصام التلواني مداري الرقم. مين اللي خارج؟ هيطلع رقم 8 محمد رزق. لا ده ولا ده. بلال جمال نزل ويخرج محمد رزق. محمد رزق النهارده كان واخد مهام هجوميه اكتر. هيطلع محمد رزق وينزل اللاعب السابق لبتروجيت بلال جمال. ستايل كويس بلال. تبديل الاول لطلائع الجيش. والفريقين من اصل 9 فرق من ساعه ما ظهروا في الدوري الممتاز لحد اللحظه لم يهبطوا للمظالم. هنشوف التبديل. هيخرج احمد عيد عبد الملك، تغيير شرفي وتغيير من اجل تكريم احمد عيد عبد الملك. يا سلام بقى لو في جمهور، ويا سلام لو في انصار لطلائع الجيش كان يلقى التحيه، لكن في صمت. يخرج احمد عيد عبد الملك. ادي لمسه اليد ضد اشرف واتلعبت، ويحرم عماد السيد من الكلين شيت السابع في غفله الهايلايتس. احمد رؤوف اللص الشريف اللي صايم عن التسجيل زي ما بقول لحضراتكم من الاسبوع رقم 25 يعود النهارده وكانه كلمه السر رقم 8، يسجل الهدف رقم 8 زي ما عاصم صلاح سجل هدف رقم 8. احمد رؤوف يستلم داخل منطقه الجزاء وبهدوء اعصاب يحسد عليها. يا روقانك يا احمد يا رؤوف، كانه بيلعب ضربه جزاء يحطها بالقدم اليسرى على غير وعلى عكس اتجاه عماد السيد. هدف في الدقيقه 85 عشان نشوف 5 دقائق من نار. هل هيعملها سموحه ولا ايه؟ هل نحن امام كامباك او 100 يحطها على الناحيه الثانيه؟ عواد قرب كده على حدود خط 18. جيمس يا سلام يا عواد، يا سلام يا عواد، رد فعل ولا اروع من كده. مره واثنين حلوه من عواد. محمد عواد تطلعها وتترد استمتع وتسديده قويه.
رد مصطفى اللي بيحطها بدماغه ويشيلها الركنيه محمد عواد. عرضيه حلوه 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 تعدي، هل فيها تسلل ولا ايه؟ عملت عرضيه حلوه حلوه من فريق بتروجيت، لكن بتعدي وتطلع ضربه مرمى. ادي مره تانية لازم تتعاد، ايه ده، تتعاد مره واثنين وثلاثه. السلام يا ولد، ورد فعل والرشاقه، وقام بسرعه محمد عواد. ممكن حراس فيها على ما يقوم نص ساعه.